السلام عليكم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل مع بعض زبادي. الزبادي سهلة جدا، ما فيهاش اي افتكاسات ولا فيها اي حاجة. هتجيبي معايا كيلو لبن، هتغليه وتسيبيه يبرد لحد لما يبقى شبه دمع العين، يعني لا سخن قوي ولا بارد قوي. وقت ما انت بتحضري الزبادي بتشغلي الفرن يسخن وبعدين تطفيه. هنزل بقى كيلو اللبن كده، وهنزل باتنين زبادي. الزبادي دي حجمها صغير علشان كده انا حطيت اتنين، لكن لو عندك واحدة حجمها كبير حطي واحدة بس. وزبادي بلدي علشان تبقى فيها خير كده ووش وتديكي كده قيمة غذائية عالية. انزلي بقى بوحدتين الزبادي، وانا ضربتها بالمضرب الكهرباء علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. عندك مضرب بالايد عادي، المهم ان انتي تدوبي كل الزبادي في كمية اللبن. هحضر الطواجن بتاعتي بقى او الكوبايات اللي انتي هتصبي فيها الزبادي، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام واحنا شغالين بنسبح ونستغفر ونكبر ونحمد ربنا على كل النعم اللي ربنا بيديها لنا. او بصوا كده ما فيهاش اي تكتلات، دافية. الفرن معايا شغال وطفيته. الطواجن بقى بتاعتي بصوا، وحدتين زبادي وكيلو لبن عملوا لي تقريبا ستة وقوامها ممتاز، قيمتها الغذائية عالية. وتجيبي اللبن من عند حد يكون موثوق منه، يعني بلاش اللبن يبقى فيه مية، لان المية بتطلع على وش الزبادي بعد ما بتتعمل. فجيبي اللبن من عند حد يكون كويس، لبن كامل الدسم يعني. هصبه بقى في الطواجن بتاعتي، والطواجن بتاعتي كبيرة، يعني لو انت عندك طواجن اصغر من كده هتطلع لك عدد زبادي اكتر من كده، لكن انا الطاجن بتاعي يعني يعتبر متوسط. الزبادي سهلة جدا في البيت ومفيدة جدا جدا، وخصوصا في شهر رمضان بتقلل من العطش وبتساعد على الهضم، خصوصا بعد السحور لو احنا كلنا بنسحر فول يعني وحاجات كده، فبتساعد على الهضم. فضروري ان احنا ناكلها بعد السحور، او في ناس بتسحر زبادي بس. المهم انها مفيدة ولازم ناكلها في شهر رمضان. وتوفير يعني، انا بصوا باتنين زبادي حجم صغير عملت 6، والحجم الكبير يعني ممكن انت لو عندك طاجن اصغر من كده هتعمل لك زيادة. ممكن تحطي في الطواجن بقى فراولة، ممكن تحطي اي فاكهة بقى انت بتحبيها، ممكن تحطي عسل نحل، ممكن تحطي مكسرات زي ما انت عايزة. دي حاجة بقى ترجع لك انت. بصوا كده الطواجن خلصت، فحطيت في كوباية زي ما احنا شايفين. بجيب بقى صينية وبفرش فوطة علشان تحافظ على درجة الحرارة، وهحطها وهغطيها كمان بفوطة من فوق علشان تحافظ على درجة الحرارة وما تبردش، خصوصا ان احنا في فصل الشتاء والجو برد. هحط بقى كل الطواجن بتاعتي وهدخلها الفرن، وهطفي الفرن وهشغل اللمبة علشان يفضل الفرن دافي. هغطيها بقى كويس كمان بفوطتين زي ما احنا شايفين كده، وهدخلها الفرن وهسيبها لتاني يوم. وتعالوا نشوف بقى كده. او بصوا انا كده حطيتها في الفرن اهو، وشغلت اللمبه وقفل عليها بقى باب الفرن، وهسيبها لتاني يوم. تعالوا نشوف بقى تاني يوم. كده تاني يوم انا يعني لسه مطلعاها من جوه الفرن، ما حطيتهاش في التلاجة، وبصوا متماسكه ازاي. تخيلوا بقى لو اتحطت في التلاجة، بصوا الجمال، ما فيهاش ميه خالص لان اللبن كامل الدسم واللبن كويس وجايبينه من عند حد مضمون. طعمها حلو جدا، وشها ما شاء الله دسم وغني. بصوا الجمال. فبقى بصوا كده، انا كنت صايمه فمش هدوقها، انا هوريها لكم بس. بصوا الجمال، بصوا متماسكه ازاي وهي لسه طالعه من الفرن، ما اتحطتش في التلاجة. بصوا متماسكه ازاي. طبعا كان نفسي اكلها بس انا صايمه علشان كده ما اكلتهاش، بس هوريها لكم بعد الفطور. يعني هوريكم كده واحده بعد الفطار عشان اوريكم قوامها بعد ما اتحطت كمان في التلاجة. بصوا الجمال، طعمها حلو جدا وريحتها حلوه واحسن من اللي بره واكتر. بسم الله ما شاء الله كبيره، يعني بصوا حجم الطاجن قد ايه، والكوبايه دي برضو حجمها كبير. بصوا ماسكه ووشها بسم الله ما شاء الله يعني. بصوا بقى كده بعد ما حطيتها في التلاجة، بصوا المنظر بقى بسم الله ما شاء الله جميله. وهيجي كده تاني يوم بعد ما اتحطت في التلاجة، بصوا بقى ماسكه نفسها ازاي. تعالوا بقى ندوق واقول لكم بقى طعمها جبار. جربي الزبادي اعمليها في البيت، توفير يعني. ما تجيبي واحده وتطلعي منها 6 أو 7، احسن ما تجيبي كل يوم على عدد افراد الاسره يعني. بالهنا والشفا. ويلا نختم بقى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وسلام.